يا جماعة الحارس اللي لو اتكعبلت كرة قدامه يقول لها استريحي يا اختي انا هصد الجدار الارجنتيني البشري، الراجل اللي شال بطولة العالم على كفه وقال لميسي خدها هدية. قرر اخيرا انه يودع استون فيلا ويقول للجماهير سلام يا حبايب، كنتوا خفاف الدم بس خلاص كفاية عليكم كده. يعني الموضوع مش ان استون فيلا مش حلو، بس هو قرر ياخد بعضه ويكمل في اوروبا بدل ما يروح السعودية، رافض الريالات عشان يكمل مع اليوروهات رغم ان عارضين كبار من هناك. قال لهم شكرا يا جماعة، اهو لما اخلص من دوري الابطال ابقى اجي العب عندكم وافتح مطعم شاورما كمان في جدة. المهم نخش في الجد، ولا اقول لكم نكمل شوية هزار. تعالوا نشوف ايميليانو ممكن يروح فين. برشلونة، ايوه يا جماعة، جماهير برشلونة بتغني في المدرجات لولا ايميليانو ما كانش ميسي شاف كاس العالم. الناس في كاتالونيا عايزينه والراجل فعلا مناسب ليهم، بيرقص على ضربات الجزاء، بيتكلم مع الدفاع كأنه بيعزمهم على شاي، ويصد الكورة كأنها ناموسة طايرة. بس برضو المشكلة إن برشلونة على قد فلوسه لازم يعملوا دراسات مالية وتحاليل دم وقياس ضغط قبل ما يشتروا فوطة جديدة، فما بالك بحارس ب25 مليون يورو. مانشستر يونايتد، يا قلبي الفريق اللي عنده حارس مرمى بيصد كورة وبيقول بعدها ايه ده دي كانت جول. اليونايتد فعلا محتاج مارتينيز كأنه طوق نجاة لفريق غرقان في بحر الأخطاء. والراجل اتربى في انجلترا، فاهم البلد، حافظ شارع لندن اكتر من سواق اوبر اصلا. يعني لو جه ممكن الدفاع ينام مرتاح لأول مرة من 2013. الفريق اللي بعد كده تشيلسي، ده كل موسم يغير الحراس اكتر ما بيغير باسورد الواي فاي. مفيش قناعة بأي حد، كلهم بيمسكوا الكرة مرة ويصفروا للحكم أرجعها تاني يا كابتن. ولو جابوا مارتينيز يبقى أخيرا جابوا راجل يقف في الجول ويزعق في الدفاع كأنهم عيال. نيوكاسل، يا سلام لو مارتينيز راح نيوكاسل تبقى الفراخ رجعت العش. النادي اللي قرر يدخل على البطولات الأوروبية زي اللي دخل سوبر ماركت وقال هات لي دوري أبطال وكيلو مركز تاني لو سمحت. واصل بوب اتصاب والمستوى نازل خلاص، الحارس الجليدي جاي يشد الفريق ويشيله على كتفه من جديد. ميلان بيبيع النجوم وبيفكر في صفقات اقتصادية. قالك نبيع مانيان ب50 مليون ونجيب مارتينيز بنص السعر، قول له خش يا نجم، وهو بالباقي نجيب مهاجم نص كم. والموضوع مش هينقص فنيا، بالعكس ده ممكن يزود شوية جنان على الدفاع الإيطالي. اتلتيكو مدريد، هو اسم غريب بس يا جماعة ده اتلتيكو بيحبوا الحراس اللي عندهم كاركتر، وإيميليانو عنده كاركتر الصراحة يكفي فريق خماسي لوحده. سيميوني هيحضنه أول ما يدخل التدريب ويقول له أنت يا ابني اللي كنت مستنيه، تعال نزعق شوية في الحكم. الخلاصة الراجل مش حارس، ده أسطورة كوميدية درامية أكشنية وعالمية، والأندية كلها واقفة في الطابور مستنياه. بس في الآخر الموضوع في إيد مارتينيز نفسه، عايز يكمل في الأبطال ولا عايز تفتح كشك أنت ولا تبيع سندوتشات في الدوري السعودي. قول لي بقى يا نجم، لو أنت مكانه كنت رحت فين، ولا الأهم تتمنى تشوفه فين؟ يلا اعمل لايك وشير وسبسكرايب وابعته لخالك اللي يحب الكورة والدراما.